قصة حقيقية حصلت في السودان ما بعيد، يعني عشان ما تقول لي ده زمن الناس عمر بن الخطاب. جاءه رجل باع بيته وجاب له القروش في شنطة، قال له اسمع أنا عندي أبوي وعندي أهلي، أنا ما بضمن إلا أنت ولا دار القروش دي البنك، عليك القروش دي بصمتها تخدها علي في البيت، يا من أنا ألقى لي بيت ثاني أجي أشتريها، أجي أشتري القروش. قال لي شلت الشنطة ومشيت المواصلات، ركب هايس ونسى الشنطة في الهايس. والله قال لي القروش ما حقتي وأنا ما عندي بيت أبيعه للزول ده، والله إلا أهرب من السودان. الزول ده قال لي لا أبوي ما جاء، قال لي أنت هو إمام مسجد الزول ده، الزول اللي جابوا له القروش ده إمام مسجد، أداه شنطة، قال لي نسيت القروش في الهايس ونزلت أفتها، والله بعدلي. قال لي لما وصلت البيت اتذكرت الشنطة كدت أن أجن، ركبت ركشة وجريت لكن ألقى منه في كم هايس في البلد، القروش تقريبا 100 مليون، زول باع بيته رسمي 100 مليون عديل. بعدين قال لي مشيت الشهداء، هو كان ركب من الشهداء الوحدة دي في أم درمان دي، قال لي مشيت الشهداء عايم في الهايسات. في النهاية كلمت زول اللي بيمشي العربات اللي بيشيل الدور ده، كلمه قال لي في كده كده كده، قال لي أنا قلت سيد الهايس ده حتى قال لي تونست معاه ولقيته مؤجرينه، يعني الهايس ما حقته، قلت والله ده بيمشي يشتري 2 تاني بعد ده، بيمشي يشتري 2 هايس، بيمشي يسلم الزول هايسه يقول لك هايسك رجعنا لك، يمشي يشتري 2 ان شاء الله يشغلهم في خد كوستي تاني دي فيهم منه. يا اخي قال لي انا بعرف النمره بتاعت الهايس ما بعرف اي حاجه. قال لي خديت رقم تلفوني عند زول اتخيل بتاع الهايس ضرب له وقال له الشنطه عندنا، قال لي جيته سالته قلت له الشنطه دي فيها شنو؟ قال لي لقيته فيها قروش ربط. قال لي عديتها؟ قال لي ما عديتها. قال لي فتحتها ليه؟ قال لي والله خفت يكون فيها مخدرات، لو فيها مخدرات كنت مشيت رميتها في البحر وخرجت رقبتي، لو كنت لقيت فيها قروش جيت اسعد في الموقف عن الزول صاحبها. قلت له بالله في نوع زي ده في السودان؟ ما زلنا في نوع زي ده؟ الحمد لله والله في ناس زي دين لسه، في ناس زي دين لسه في بلدنا والحمد لله. كنا آيسنا قلنا خلاص الناس الرشوة أفسدة والذمم انتهت، لكن ما زال في هذه الأمة خير، والمسألة تربية ومخافة من ربنا. في ناس طوالي كان بيعمل نايم، في ناس بيفترضات يقول اسمع انت كستاي جاتك في عربيتك ما تسأل، خليك بس كده ما تسأل من زول، الله اداك يقول له. والله في ناس يفتوه يقول له الله اداك، والله في ناس بيخافوا الله والله.